تخيل حياتك كلها تبقى في جيب حد تاني، بياناتك الشخصية ممكن تتباع وانت مش حاسس. تعالوا نتكلم شوية عن حاجة كلنا بنستخدمها كل يوم، بياناتك الشخصية. انت بتسجل رقمك، تكتب عنوانك، بتشارك صورك، لكن هل فكرت ايه اللي بيحصل للبيانات دي؟ وازاي القانون بيحميك لو حد استخدمها من غير اذنك؟ خلينا نوضح لك القصة دي ونفهمك حقك في حماية خصوصيتك بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. خلينا نبدأ بأساسيات بسيطة. ايه هي البيانات الشخصية؟ القانون المصري قال في المادة الأولى إن البيانات الشخصية هي أي معلومة بتخص شخص طبيعي، يعني اسمك، رقمك، عنوانك، وحاجات تانية زي صور بطاقتك أو معاملاتك البنكية. يعني لو أنت مثلا سجلت في موقع أو تطبيق وكتبت بياناتك، هي دي بياناتك الشخصية. طب ازاي القانون بيحمي خصوصية بياناتك؟ القانون واضح جدا في حماية حقك في الخصوصية. مثلا المادة الثانية من القانون 151 لسنة 2020 بتقول لا يجوز جمع أو معالجة أو الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات. يعني ببساطة مفيش حد يقدر يجمع ويستخدم بياناتك من غير ما ياخد إذنك بشكل مباشر. تخيل إنك بتسجل في موقع عشان تطلب حاجة أونلاين، الموقع بياخد منك عنوانك وتليفونك. لو الموقع ده بعت بياناتك لشركة إعلانات من غير ما ياخد موافقتك، ده يبقى مخالف للقانون. طب ايه اللي ممكن يحصل لو البيانات اتسربت؟ لو حصل وتعرضت بياناتك للسرقه او التسريب، القانون ما سابش حقك. فمثلا المواد من 36 ل 48 من القانون 151 ذكرت مجموعه من العقوبات لاي حد يخالف القانون ويتعامل مع البيانات الشخصيه من غير اذن صاحبها، وده ممكن يخلي المخالف يتغرم من 100,000 جنيه لحد 5 مليون جنيه، وفي حالات العقوبه فيها بتوصل للحبس. وده بيخلي اي شركه او جهه تفكر مليون مره قبل ما تلعب ببياناتك. واكيد كلنا فاكرين في 2021 كان في قضيه كبيره في مصر بسبب تسريب بيانات عملاء في شركات الاتصالات. الموضوع اتصاعد جدا بسبب مخالفة واضحة للقانون. بس في كمان خطر جديد منتشر كتير جدا، سرقة المحافظ الذكية. النهاردة كتير مننا بيستخدم المحافظ الإلكترونية عشان نعمل تحويلات أو نشتري حاجات، ولكن في ظاهرة منتشرة جدا، وهي إن شخص يتصل بيك ويقولك إنه من خدمة عملاء شركة اتصالات، وإن في رسالة جاتلك وفيها كود، ويطلب منك كود OTP اللي وصل لك عشان يفعل حسابك أو يحل مشكلة. أنت بكل سلامة نية بتديله الكود، فجأة تلاقي إن فلوسك اتسحبت. إيه اللي حصل؟ الشخص ده قدر يدخل لمحفظتك ويسحب فلوسك لانك اديته الكود اللي هو محتاجه. خليني اقول لك ان مفيش حد يقدر يطلب منك اي معلومه زي الرقم السري او الكود المؤقت. يعني ببساطه مفيش موظف خدمه عملاء حقيقي هيطلب منك الكود ده، وده القانون بيحذرنا منه. وخليني كمان احذركم من شكل تاني منتشر، النصب على المحافظ الذكيه. ساعات بيجي لك رساله او مكالمه هيقول لك اكتب الكود ده وهتكسب مبلغ كبير، وفي ناس تفتكر ان ده كود استلام الفلوس، لكن الحقيقه ان ده مش كود استلام، ده كود سحب او تحويل من محفظتك الذكيه. يعني ايه؟ يعني لما تكتب الكود ده الفلوس بتتسحب من محفظتك وتتحول لحد تاني، مش العكس. الموضوع خطير جدا لانك ممكن تلاقي فلوسك بتختفي وانت مش عارف ليه. القانون بيحميك من الاحتيال فعلا، لكن مهم جدا تكون حريص وتفهم ان اي كود بتكتبه هو كود تحويل او سحب، لان مفيش حاجه اسمها كود استلام. اللي عايز يحول لك هو اللي بيكتب كود، والرساله بتوصلك من الشركه اللي بتقدم الخدمه باستلام الفلوس. فدايما تاكد من مصدر الرساله او المكالمه، وما تشاركش اي اكواد الا لو عارف مصدرها كويس. وافتكر ان حمايه فلوسك مسؤوليتك، واي غلطه ممكن تكلفك كتير. وتعالى اقول لك شويه نصايح مهمه عشان تحمي نفسك من سرقه بياناتك او محفظتك الذكيه. خلي عندك حرص في التعامل اليومي، ما تديش الرقم السري او الكود المؤقت لاي حد مهما كان. الشركات الكبيره مش بتطلب منك الحاجات دي ابدا. دايما اقرا الشروط والاحكام قبل ما تسجل في اي موقع او تطبيق. استخدم كلمه سر قويه، وفعل تو فاكتور اوثنتيكيشن، يعني بعد ما تدخل كلمه السر الخاصه بيك يجي لك كود على رقمك الشخصي يتاكد انك صاحب البيانات. ولما تحس ان في حاجه مش طبيعيه تواصل مع خدمه العملاء بنفسك، وما تصدقش الرسائل اللي بتقول لك هتكسب لو كتبت الكود، غالبا بتكون مصيده، فخد بالك. واي كود بتكتبه فكر فيه مليون مره. طب ايه حقك لو حد استغل بياناتك؟ القانون بيدي لكل شخص حق انه يعرف ايه اللي حصل لبياناته. في الماده 32 بتقول انك تقدر تطالب بمسح او تعديل بياناتك في اي وقت. يعني لو شركه جمعت بياناتك من غير اذنك من حقك تطالبهم بمسحها فورا. حمايه بياناتك مش رفاهيه، ده حقك الكامل اللي القانون بيحميه ليك. وانك تعرف حقوقك هي اول خطوه لحمايه خصوصيتك. خليك دايما واعي، وخليك فاكر ان اللي معاه الروشته القانونيه عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشته ايهاب عبد الله، نشوفكم الحلقه الجايه. سلام.